الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج العظماء المئة. في هذه الحلقة سنبدأ في سبر أغوار العظماء المئة، وسنبدأ باسم العظيم الأول من أبطالنا المئة. بداية أحب أن أوضح بأن العظماء الذين سيذكرون في هذا البرنامج سيكونون دون الأنبياء والرسل، فالأنبياء والرسل هم أعظم البشر على الإطلاق، وأعظمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما العظماء المئة الذين سأذكرهم في هذا البرنامج سيكونون من البشر من دون الأنبياء والرسل، على أن يرتبوا بشكل لا يراعى فيه فارق الزمان أو فارق المكان أو حتى فارق العظمة، وذلك لأسباب سأذكرها فيما بعد. إلا أنني سأضع استثناء وحيدا في هذا البرنامج، حيث سيكون العظيم الأول من العظماء المئة هو نفسه الأعظم بينهم، بل هو الإنسان الأعظم بعد الأنبياء مباشرة، فهو أول من سيدخل الجنة من البشر بعد الأنبياء، بعد أن كان أول إنسان حمل شعلة التوحيد التي تركها الأنبياء لينير بها ظلام الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها، ليكون هذا الرجل صاحب السبق في تحمل عبء الدعوة التي أوكلت لأول مرة في التاريخ إلى البشر العاديين دون الأنبياء. عظيمنا الأول هو رجل من قريش اسمه عبد الله ابن عثمان أبي قحافة ابن عامر التيمي القرشي، وهو نفسه الرجل الذي عرف في التاريخ باسم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أما سبب تسميته بأبي بكر الصديق فأبو بكر لتبكيره في الدخول في الإسلام، والصديق لتصديقه لحادثة الإسراء والمعراج من أول لحظة، وتصديقه برسالة النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يشك ولو للحظة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن عظمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وإن كانت قد برزت بعد إسلامه بشكل لافت، إلا أنها لم تكن وليدة اللحظة، فقد كان أبو بكر من خيرة رجال مكة قبل الإسلام، فهو أحد العشرة الذين قسمت بينهم أمور مكة في جاهليتها، وقد عهد إليه أمر الديات والكفالات في قريش، فكان لزاما على من أراد أن يستدين شيئا في مكة أن يطلب كفالة أبي بكر الصديق أولا. ولأن فضل أبي بكر الصديق لا يخفى على أحد من المسلمين، ولأن ذكر جميع مظاهر عظمة هذا الرجل تعتبر من رابع المستحيلات، فقد ارتأيت من باب الإيجاز أن أذكر فضلين اثنين فقط للصديق، لو لم يقدم أبو بكر سواهما للإسلام لكفياه لكي يتربى على قمة صرح العظماء إلى يوم القيامة. أما الفضل الأول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو فضل علي وعليك وعلى سائر المسلمين، بل وعلى سائر البشر، هو وقوفه حائلا منيعا أمام انحدار العنصر البشري إلى ظلمات الجهل والتخلف، وذلك بعد انقطاع الوحي السماوي وانتهاء زمن الأنبياء والرسل إلى الأبد. فلقد بعث الله سبحانه وتعالى الأنبياء بدعوة التوحيد عبر جميع العصور، فآمن بهم من آمن وكفر بهم من كفر، ولكن أغلب أولئك المؤمنين وذريتهم انحرفوا عن جادة الصواب بعد موت أنبيائهم، فحرفوا رسالة الله عن قصد أو غير قصد، فأشرك معظم العرب بعد موت نبي الله إبراهيم عليه السلام بالله الواحد، وعبد النصارى عيسى عليه السلام بعد أن رفعه الله، بل إن بني إسرائيل عبدوا العجل لمجرد غياب موسى عنهم لمدة 40 يوما فقط، بل وصل الشطط ببعض الناس لكي يطوفوا حول قبور أنبيائهم وأولياء الله الصالحين. ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر رسالة تبعث للبشر، أصبح ضياع هذه الرسالة أو تحريفها ضياعا للمستقبل البشري وأسباب كينونته، والحقيقة أن ذلك كاد أن يحدث فعلا لولا أن سخر الله لبني البشر أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عن هذه الأمة كل خير، فوقف هذا العملاق العظيم فذهب للناس ليبين لهم أعظم قاعدة عرفتها البشرية بعد الأنبياء، قاعدة تكتب والله بحروف من ذهب: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه العبارة التي سمعناها وقرأناها كثيرا هي العبارة التي حفظ الله بها هذا الدين عن طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهي العبارة التي أجراها الله على لسان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لكي يصل هذا الدين إلي وإليك بدون أي تعب أو عناء. هل فهمت الآن مدى عظمة هذا الإنسان؟ الأمر الثاني الذي أصبح فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعظم إنسان عرفته البشرية بعد الأنبياء والرسل هو كون أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أول رجل في تاريخ الإنسانية ينتصر في آن واحد على إمبراطوريتين عظيمتين ملكتا مشارق الأرض ومغاربها. فالمعلوم أن ثمة قاعدة عسكرية ثابتة منذ قديم الزمان ما زالت تدرس في الكليات العسكرية الحديثة، ألا وهي تجنب فتح أكثر من جبهة واحدة في القتال العسكري. فلقد انهزم نابليون بونابرت عندما فتح جبهة ثانية مع روسيا القيصرية، وتمزق جيش أدولف هتلر شر ممزق عندما فكر في فتح جبهة ستالينغراد الشرقية وجبهة أوروبا الغربية في آن واحد. ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان هو القائد العسكري الأول في تاريخ الأرض الذي كسر هذه القاعدة العسكرية، وذلك بقتال جيوش أكبر إمبراطوريتين في الأرض آنذاك في نفس الوقت. فبعد أن رفض أباطرة الفرس والروم السماح لدعاة الإسلام بنقل رسالة التوحيد للشعوب المستضعفة، قام أبو بكر الصديق بتسيير كتائب النور، فدك الصديق حصون كسرى على الجبهة الشرقية بجيش تحت قيادة البطل الأسطوري خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وزلزل أبو بكر ديار الروم على الجبهة الغربية بجيش تحت قيادة العملاق أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وما هي إلا سنوات قليلة من إعلان أبي بكر الحرب على أعظم إمبراطوريتين عرفهما التاريخ في وقت متزامن، حتى أصبحت دولة الإسلام الدولة الأولى في العالم بأسره. هل فهمت الآن مدى عظمة هذا الرجل؟ هل فهمت الآن لماذا قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق لكي يكون هو الإمام المقدم؟ هل فهمت الآن لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر؟ فقد كان هذا الرجل هو أول إنسان على وجه الأرض يحمل شعلة التوحيد التي تركها له الأنبياء لكي يحملها إلى مشارق الأرض ومغاربها. الجدير بالذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لم يكن آخر من قاتل إمبراطوريات عديدة في آن واحد وانتصر بها، فلقد جاء رجل من أقصى بلاد المغرب الإسلامي بعد أكثر من 1300 سنة من موت أبي بكر الصديق، فلم يكتفي ذلك الرجل بقتال إمبراطوريتين فقط، بل قام بقتال أعظم 3 إمبراطوريات في العالم.